السلام عليكم، مرحبا بكم الإخوان، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. موعد جديد لتوقعات مباريات كأس العالم المرتقبة اليوم الأحد. لدينا مباريات المجموعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى مباراة من كأس مصر سنقوم بتحليلها وإعطاء توقعاتها. نبدأها بدون إطالة بمباراة الأولى المرتقبة اليوم الأحد في الصباح، مباراة اليابان ومنتخب كوستاريكا. كما تعلمون اليابان حقق مفاجأة مدوية بتغلبها على الماكينة الألمانية، في حين كوستاريكا سقط سقوط تاريخي أمام إسبانيا بسباعية نظيفة. مباراة هذه نتوقع فوز المنتخب الياباني وأكثر من هدف في المباراة. في مباراة ثانية في نفس اليوم، مباراة المنتخب البلجيكي والمنتخب المغربي. بلجيكا فازت في المباراة الأولى بصعوبة كبيرة بالغة أمام المنتخب الكندي، في حين المنتخب المغربي تعادل سلبيا أمام كرواتيا. أفضل توقع لهذه المباراة هو فوز أو تعادل بلجيكا وأكثر من هدف في المباراة. في مباراة أخرى في نفس المجموعة، كرواتيا أمام كندا. كرواتيا المتعادلة أمام المغرب، وكندا المنهزمة أمام بلجيكا في الجولة الأولى. كما تعلمون المنتخب الكندي يقدم مستوى رائع في هذه البطولة. في المباراة الأولى طبعا أفضل توقع في هذه المباراة هو فوز أو تعادل المنتخب الكرواتي وأقل من 4 أهداف في المباراة. قمة اليوم هي مباراة بين إسبانيا وألمانيا. إسبانيا التي اكتسحت كوستاريكا كما قلت بسباعية نظيفة تواجه المنتخب الألماني المنهزم أمام اليابان. المنتخب الألماني ليس لديه أي خيار آخر غير الفوز والعودة إلى السكة الصحيحة من أجل تفادي الإقصاء المبكر من البطولة. في هذه المباراة نتوقع كلا الفريقين يسجلان وأقل من 4 أهداف في المباراة. هذا فيما يخص مباريات كأس العالم. مباراة أخرى في إطار كأس مصر نتوقع فيها فوز الأهلي المصري أمام المقاولون العرب. هذا كل ما لدينا من توقعات خاصة بمباريات الأحد. نلتقي في فيديو آخر توقعات مباريات الاثنين